صباح الخير اصحابنا في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده من شقاوة شطار. زي ما اتعودنا في شقاوة شطار دايما بيكون معانا موضوع مفيد بنحب دايما ناخد راي اصحابنا فيه. تعالوا بينا نبدا حلقه النهارده ونتعرف على اصحابنا. معانا مين النهارده؟ ادم. عندكم كام سنه؟ 10. طب تعالوا بينا زي ما قلت في الاول دايما بيكون معانا موضوع بنحب ناخد راي اصحابنا فيه. يمكن الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده مش اول مره نتكلم عن الامانه، لكن دايما صحابنا ممكن يكون عندهم وجهات نظر. يعني ايه الامانه؟ يعني ايه امانه؟ يعني احنا اللي نستأمن واحد على حاجه. يعني ايه نستأمن حاجه على حد؟ حاجه يعني او حد على حاجه. يعني حد يدينا حاجه احنا اللي نخليها عندنا لحد ما هو ما يجي تاني وياخدها. ده شكل من اشكال الامانه. ادم، يعني الحق. يعني ايه الحق؟ الحق؟ لازم نقول الحاجة الصح. يعني لو انت شفت حاجه المفروض ان انت تقولها صح. زي ما ادم كان بيقول انه ممكن كمان الامانه تبقى ان احنا نشوف حاجه ونقول زي ما هي من غير ما نغير فيها. طيب ده موقف. ساعات احنا ممكن نشوف اكسيدنت او نشوف حادثه او نشوف اي حاجه شفناها في الطريق، وممكن بعد كده احنا ما نبقاش طرف فيها، we're not involved فيها يا ادم، لكن ممكن حد يجي يقول لنا عايزين الشهاده بتاعتك. عارفين يعني ايه لما حد يقول انا عايز شهادتك؟ يعني لما حد يقول لان انا عاوز شهادتك، لا اشوفها. لا، الشهاده مش اللي هي الشهاده بتاعت المدرسه، قصدي شهادتك. يعني انا عايزك تقول اللي انت شفته. يعني مثلا لما انا اشوف حادثه في الشارع، لما اكون بسافر مثلا، لو هو اشوف حادثه ولما حد يسالني هقول له لان انا شفتها حادثه عادي. هتقول كل حاجه. ومثلا لو حد من صحابك، طب بلاش حادثه عشان ممكن يبقى الموضوع كبير شويه، لكن مثلا انتوا شفتوا حاجه في المدرسه او شفتوا حاجه في النادي، حد مصاحبكم عمل غلط، هتروحوا تقولوا؟ لو مثلا حد بقى كبير، مامته او باباه، وعايز يعرف الحقيقه، هتقولوا له ولا هتخافوا عشان مش عايزين تخسروا صاحبكم؟ لا، ما هنخاف عشان مش هنخسره. يعني هتقول الحقيقه ولا مش هتقول الحقيقه يا ادم؟ هتقول اللي حصل بالظبط ولا ممكن تخبي حاجه عشان مش عايز صاحبك يتعاقب؟ بالظبط. ليه؟ عشان يعني لو انت ما قلت انت ممكن بعد كده يعني ايه اللي هيحصل لو انا كنت موجوده في مكان وشفت حد من صحابي عمل حاجه غلط وانا خبيت عليه؟ انا كده بقى بضره ولا مش بضره؟ بضره ولا مش بضره يا ادهم؟ بضره. ليه؟ عشان كده ان احنا كده احنا بنفتش عليه. زي ما كان ادهم بيقول، هو قال نقطه مهمه قوي. ساعات احنا بنبقى مش عايزين نقول الحقيقه علشان بنعتبر ده ان احنا بنفتن على اصحابنا، لكن ده مش حقيقي. لانه لما نقول ان احنا بنفتن على حد يا ادهم، ده معناه انه حد مثلا قال لنا سر ومش عايزينه يطلع برانا، فده هنا بنفتن. لكن لما نشوف حاجه غلط ما ينفعش ان احنا ما نقولهاش، لان احنا كده ممكن نكون بنضر صاحبنا. ايه رايك؟ صح. طب ليه صح؟ علشان مثلا لما حد هو يكسر حاجه فانا هروح طبعا لا اقول للمديره عشان تيجي وتشوف هو كسر ايه، عشان تشوف بقى هي هتعمل ايه وكده. اوكي، ده لو احنا رحنا وقلنا. بس لو جه حد سالنا، يعني مثلا في ادم حد مثلا التيتشر جات لك وانت وادهم your friends، انتوا الاثنين صحاب، وادهم كان عمل حاجه غلط، هي هتيجي تسالك، she's gonna come and ask you وتقول لك يا ادم هو ادهم فعلا عمل حاجه غلط، هتقول لها ولا ادهم is your friend فانت مش عايز تقول؟ لازم تقولها. ليه؟ عشان يعني لو انت ما قلتهاش يعني you're going to be a liar. صح؟ واحد هيبقى كذاب لو هو ما قالش الصراحه. فعشان كده اول حاجه هيبقى فيها dishonesty، عدم امانه، ان احنا ما بنقولش الصراحه، وهنبقى liars لو احنا قلنا حاجه غير الحقيقه. فبالتالي احنا لازم نقول الحقيقه علشان نساعد صحابنا، مش كمان نزود للمشكله بتاعتهم. خلصت اول فقره، لسه مكملين معاكم شقاوة شطار لكن بعد الفاصل.
صحابنا في كل مكان، ورجعنا لكم تاني عشان نكمل شقاوة شطار، ومعانا دلوقتي القصة والحدوتة. تعالوا بينا نشوف القصة بتقول ايه. ايه رأيكم؟ انتوا في الأول حاجة بتحبوا القراية والقصص والحديث ولا لأ؟ ايوه بحب. ايوه. يعني هتسمعوا بعد كده تقولوا رأيكم؟ اوكي طيب. كان في ولد اسمه طارق. طارق كان معروف عنه ان هو دايما مهذب، is very polite، بيسمع الكلام وما بيدخلش في خصوصيات حد. اوكي. في يوم من الايام كان ماشي، كان راجع من المدرسه، وبعد كده شاف واحد صاحبه اسمه سامح كان سايق عربيه، فهو استغرب وقال سامح لسه صغير قوي ازاي يسوق العربيه. بعد كده قال انا ماليش دعوه، هو بيسوق العربيه يبقى اكيد مامته وباباه عارفين. بعد شويه سامح كان ماشي مظبوط، وبعد كده جت عربيه تانية في الطريق بسرعه وراحت خبط عربيه سامح. بعد كده راح نازل السواق من العربيه وقعد يقول حاجات مش حلوه لسامح وكان هيضربه. طبعا طارق كل ده شايف اللي بيحصل، وشايف انه سامح ما كانش بيعمل حاجه غلط، هو كان ماشي في الطريق مظبوط. الراجل التاني هو اللي خبط فيه، وبعد كده نزل وقال له حاجات مش كويسه. كلهم بعد كده راحوا لمين يا ادم؟ شرطه، البوليس. وهناك كان الضابط كان قاعد عمال يسمع من الطرفين، كان بيسمع من سامح وبيسمع من الراجل التاني. طبعا الراجل التاني عمال يقول انا ما عملتش حاجه غلط، سامح هو اللي مش المفروض ده يسوق وهو بيسوق بطريقه مش كويسه. بعد كده قال طب احنا شفنا مين شاف كل اللي بيحصل ده؟ مين كان قاعد بيشوف؟ طارق هو اللي كان شايف سامح وهو سايق بالعربيه، والعربيه التانيه لما خبطته. فالراجل الشرطي ضابط سأل طلب انه يجيبوا طارق، وطارق جه فقال له انت كنت موجود وقت الحادثه؟ فقال قال هتقول الصراحه؟ ففكر شويه وقال اكيد هقول الصراحه. قال له احكي لي بالظبط، فهو حكى له بالظبط اللي هو شافه. قال له هو سامح ده يبقى صديقك؟ قال له هو احنا مش صحاب بس احنا عايشين في نفس الشارع مع بعض. قال له طب انت تعرف السواق الراجل التاني كان سايق العربيه؟ قال له لا عمري ما شفته قبل كده. فبعد كده الراجل البوليس قال له انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده وتحلف عليه؟ فقال انا ما بقولش غير الحق. فالراجل الشرطي قال خلاص يبقى طارق هو اللي بيقول الحق وسامح ما غلطش. وسامح وطارق طالع من اسم الشرطه، شاف مين؟ شاف راجل معاه فلوس كتير وشبه الراجل اللي خبط عربيه سامح. فالراجل جه وكلمه وقال له بص انا عايزك تغير كلامك وانا هديلك فلوس كتير قوي. فطارق قال له لا انا مش ممكن طبعا ان انا اخد فلوس عشان اغير كلامي. فالراجل قال له بس انت كده هتطلع اخويا من الاسم. فقال له لا انت اخوك غلط، وانا مش المفروض ان انا يعني اخد منك فلوس عشان اغير الكلام اللي انا قلته، انا بقول الحق. طبعا الراجل اتضايق وقال كده انا اخويا هو اللي هيبقى قاعد في ممكن يعني يتعاقبوا يقعد في الاسم. بعد كده سامح طلع من اسم الشرطه وشكر طارق وقال له انا عارف ان احنا مش اصحاب we're not friends، بس انا I want to thank you، عايز اشكرك علشان انت وقفت جنبي وقلت الحق. فقال له احنا ممكن نبقى على طول اصحاب؟ فقال له of course احنا ممكن على طول ان احنا نبقى اصحاب من النهارده. بس خلصت القصه، ايه رايكم؟ حلوه جدا. فهمتها كلها يا ادم؟ شوية. طيب ايه what didn't you understand وانا اقوله لك؟ هو كان في ولد طارق، وطارق ما يعرفش سامح، ما كانش a good friend of his، بس هو لما شاف الاكسيدنت وشاف انه سامح ما عملش اي حاجه غلط he didn't do anything wrong، هو راح وقال الحقيقه زي ما هي. and then there was this other guy عرض عليه انه هو يديله فلوس عشان يغير كلامه to save his brother. البراذر هو اللي عمل الاكسيدنت وغلط في سامح، وهو اللي عشان نقول سامح يعني هو غلط. ايوه، بس طارق refused to take the money، رفض انه ياخد الفلوس وقال له لا انا I tell the truth من غير اي حاجه. and this was the beginning، انه دي تبقى بدايه انه friendship between طارق and سامح. اوكي you got the full picture. طيب دلوقتي ايه اكتر حاجه عجبتك في القصه يا ادهم؟ لان هي بنقول الصراحه، مش بنكذب خالص. ايه كمان يا ادم؟ what did you like about the story؟ عشان هو يعني عشان لو في فلوس هو مش بتاخد، هو لازم تقول الحق. يعني this shows how brave
طارق انه طارق كان شجاع قوي انه هو قال لا انا مش هاخد فلوس، انا ما حدش يشتري كلمه الحق. عشان مظبوط. ممكن في حد تاني ممكن ياخد الفلوس، بس سامح هو يعني طارق ما قلتش، هو قلت الحق كده. طارق قال الحق على طول، هو رفض ان هو ياخد الفلوس. بعد كده النهارده لو حد عمل حاجه يعني لو طارق كان كذب واخد الفلوس كان هيأذي سامح، وسامح ما عملش حاجه غلط. فدي برضو حاجه بنستفيدها من القصه، انه الواحد المفروض ان هو يقف دايما جنب الحق مش يعمل العكس. خلصت فقره القصص والحديث، لسه مكملين معاكم شقاوة شطار لكن بعد الفاصل. صحابنا في كل مكان، وصلنا لفقره جديده من فقرات شقاوة شطار. في الفقره دي بنحاول ان احنا نعرف صحابنا على دول مختلفه. مش كلنا بيبقى عندنا الفرصه ان احنا نسافر او ان احنا نعرف لغات جديده، لكن بنحاول نشوف حد من صحابنا بيكون بيعرف لغه جديده او سافر بلد جديده ويجي يحكي لنا. ادم انت نصك نص ايطالي. نصك ايطالي، وانت you've been to Italy او سافرت ايطاليا كتير جدا. you've been to Italy many times. احكي لنا ايطالي في ايه؟ رحت فين في ايطالي وايه اللي شفته هناك؟ وايه اكتر حاجه بتحبها هناك؟ الاول حاجه ما فيش زحمه خالص، يعني في حاجات كتير يعني حلوه. يعني ايه اكتر حاجه حلوه؟ ما فيش عربيات كتير، يعني you go to work بس and then اوكي يعني اكل حاجات الايطالي كل يوم او كده. طيب احنا هناخدها حاجه حاجه. من الحاجات الحلوه اللي ادم بيحبها انه الدنيا مش زحمه وان الناس ممكن تتمشى، دي حاجه احنا كمان ممكن نستفيد بيها. طيب ايه الاكل الايطالي اللي انت بتحبه؟ احنا كلنا نعرف باستا، بيتزا، لازانيا، بيتزا، باستا راجو، كمان نيوكي، فاجولي. يعني ايه فاجولي؟ يعني فول، بس فول يعني بالباستا. فول بالباستا. طب ايه كمان؟ ايه الاكل بيبقى شبه في مصر ولا مختلف؟ مش عارفه اوي، يعني هنا بتاكل باستا بس بتاكل باستا لما بتبقى هناك. و طب ايه المدن اللي انت سافرتها ورحتها في ايطاليا؟ ايه الاماكن؟ في يعني حتى صغير، بس يعني ما فيش حد كتير عارفه، بس يعني ده الحتة ده قديمة قوي بس حلوة قوي يعني كده. اسمك دولو. It's an old place، مكان قديم قوي historical place، مكان تاريخي مش قوي يعني صغير كده. صغير. طب انت رحت فين كمان في ايطاليا؟ يعني احنا عارفين ان في روم، في فينيس، في ميلان. انا رحت فينيس كتير، ميلان مرة واحدة بس كده. طب ادهم عندك اسئله عايز تسالها لادم عن ايطاليا؟ ممكن كمان نساله على كلمات ونعرف احنا النهارده كمان كلمات جديده بالايطالي. انا في حته في ايطاليا هي فينيس برضو. هي في حته في ايطاليا بس مش متاكد هي فينيس ولا فين. انا عايز اساله. عايز تقول له ايه؟ حته اسمها حبا وابا. مش حتى بجد، حبا وابا مش حتى بجد. يعني دي مكان كده خيالي صح؟ مش مكان حقيقي. طيب في كلمات احنا ممكن النهارده نتعلمها من ادم. How do you say good morning؟ تقول صباح الخير. انا عايزاك تشيل ايدك وتبص هنا عشان تقول لاصحابنا بونجورنو يعني صباح الخير. طب لو احنا عايزين نقول good night او تصبحوا على خير؟ بونانوتي. لو عايزين نقول لحد هاي ازاي، ولا عايزين نقول لحد ازيك؟ مفيش ازيك يعني. مفيش ازيك؟ تشاو بس تشاو. طب لما عايزين نقول حد اسمك ايه؟ كومو تيكيامي. طيب لو حد بقى عايز يجاوب يقول ايه؟ يعني يقول my name is ميكيامي ادم روكو. اوكي. ايه كمان حد عايز يسأل؟ هو يعني ايه؟ لا go away. ليه عايز تقول go away؟ فايفيا يعني go away.
طيب احنا خلصت الفقره، فاحنا ممكن نقول politely. politely. حلو قوي زي ما ادم قال، يعني ادم قال حلوه، كلمه حلوه قوي ان احنا نقول politely يعني بشكل مهذب وبشكل مؤدب، ان احنا ما نقولش لحد go away يعني روح امشي بعيد بره، نقولها in a nice way. ايه كمان؟ طيب انا عايزه اسال سؤال، يعني مثلا يعني ايه لما نقول boy او ولد in Italian؟ uomo وبنت donna. طيب لما تقول please how do you say please in Italian؟ piacere. يعني ايه؟ يعني please. اوكي. لو عايزين نقول thank you؟ grazie. ولو عايزين نقول انت بتحب مصر ولا مش بتحب مصر؟ tu ti piace Egitto o no? لا انا عايزه loudly بصوت عالي عشان Ti اسمع. piace Egitto o no? يعني ايه do you like Egypt or not؟ طب انت this is بقى ده سؤال، do you like Egypt or لا؟ طبعا. طيب هتقول ازاي I love Egypt and I love Italy؟ Ti amo Egitto e Italia. اوكي. عايزين نقول عشان نخلص الفقره دي نقول باي، نقول ايه؟ Ciao. تشاو. تشاو فور ناو او باي باي دلوقتي، لكن هرجع لكم تاني عشان اكمل شقاوة شطار. صحابنا في كل مكان، انا كنت مبسوطه ومستمتعه جدا بوقتي اللي انا قضيته مع ادهم ومع ادم. بتهيألي ان احنا استفدنا حاجات كتير قوي غير القصه والموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، ان احنا المفروض نقول الحق علشان الحق دايما هو اللي بينجينا، حتى لو احنا ما كناش طرف في الموضوع لكن شفنا حاجه المفروض نقول الحقيقه. كمان كان في معانا فقره حلوه قوي، ادم عرفنا على ايطاليا اكتر وكمان عرفنا على كلمات ايطاليه كتير. عايزين انتوا بقى تقولوا حاجه، تضيفوا حاجه في الاخر. انت حابب تروح فين وتزور اي بلاد يا ادهم؟ امريكا. عايز تروح امريكا ادم؟ عشان انا كنت ساكن في امريكا، انا عايز اروح دبي. كل واحد يقول لي ايه الكونتريز اللي زارها، كل واحد يقول لي where has he been before. رحت فين يا ادهم؟ Alexandria, Sharm el-Sheikh, and Egypt. اوكي. احنا we live in Egypt, we live in Cairo. ففي مدن كتير طبعا حلوه موجوده في مصر زي شرم الشيخ وزي اسكندريه، فيها بيتشز حلوه قوي مش موجوده في اي حته في الدنيا. ادم رحت فين جوه مصر وبره مصر؟ هورجادا، الكسندريا، شرم الشيخ، فيوم وكايرو. اوكي. ده جوه مصر. سافرت انت بره؟ رحت ايطاليا وامريكا وعايز تروح دبي. عايز تروح انت فين كمان يا ادهم؟ نفسك تسافر فين؟ الكويت. امريكا والكويت. اوكي. طيب صحابنا زي ما كنا بنقول انه السفر ليه فوائد كتير قوي، وطبعا كل ما بنسافر بنتعرف على ثقافات وبنتعرف على حاجات جديده. مهم قوي في السفر ان احنا نعمل حاجتين. اول حاجه لازم we have to read about the place we're going to، او نقرا عن المكان اللي احنا رايحين نزوره سواء جوه مصر او بره مصر، عشان اكيد في اماكن حلوه كتير نبقى حابين ان احنا نشوفها. تاني حاجه مفيده ان احنا لو رايحين بلد اجنبي ان احنا we speak the language، او ان احنا نتعلم كلمه جديده. يعني حلو قوي مثلا لو حد is going to Italy for the first time يقول له بونجورنو بدل ما يقول good morning، صح؟ الناس هتحبها قوي ان احنا بنعمل المجهود ان احنا نتعرف على بلدهم. فعشان كده دايما بنشجع صحابنا ان هم ممكن يعرفوا الكلام الصغير زي please, thank you, good morning, hi and bye، علشان يحاولوا يقربوا كمان من الناس ومن الشعوب المختلفه. خلصت حلقه النهارده من شقاوة شطار، يا رب تكونوا انبسطتوا زي ما انا انبسطت. انتوا انبسطتوا؟ ايوه. ولا شويه شويه؟ ايوه. عايزه اقول gracias ادم، ثانك يو لادهم، شكرا لادهم، شكرا لكل اصحابنا. خلص وقت حلقه النهارده. باي باي.